على أنغام القرقاب والقنبري وغيرها من الأدوات الموسيقية التقليدية. فضل عبد الحاكم وفرقته موسيقى القناوي المستوحاة من تراث الصحراء الجزائري الذي تمتزج فيه الثقافة التركية بالعربية. موسيقى الديوان هو الاسم الذي نسب لموسيقى القناوة الجزائرية والمغاربية، وهو طابع تقليدي مستورد من إفريقيا تستخدم فيه بعض الطقوس الروحانية بلهجات عربية وأمازيغية. على هذه الإيقاعات يعزف أعضاء فرقة جيل الديوان القندوسي القادمين من مدينة بشار جنوب الجزائر موسيقاهم ذات الطابع الخاص. هي موسيقى الديوان التي تتميز بروحانيتها وأصالتها المتجذرة في أعماق الصحراء الجزائرية والقارة الإفريقية. موسيقى الديوان هي موسيقى روحانية، والآلات اللي نستخدموها في موسيقى الديوان عندنا قراقب وقنبري وطبل. من أعماق الصحراء جينا القناوة، وهي من الموسيقى المستوردة من إفريقيا، وتعتبر الموسيقى هذه نقطة تلاقي بين بلدان المغرب الكبير اللي نلقاوها في كل من تونس والمغرب. قاعدة ديوان بشار وقناوة ديفيزيون هما من أشهر فرق القناوة في الجزائر. فعلا تاريخيا لا البلوز ولا تقناويات ولا السامبا ولا الصلصة دو كلهم الجذور ديالهم هي افريقيا، الام هي افريقيا. ويعني ولو ان تجاره الرقيق كانت شي حاجه اللي صعيبه، ولكن عطات واحد الحاجه اللي مزيانه، وهي هذه الموسيقى اللي كنسمعوها كلها ذات الجذور الافريقيه. الاصل ديال القناوه او غناوه الحقيقيون هما من السلاله ديال العبيد اللي جابوهم من افريقيا السوداء الغربيه اللي كانت كتسمى السودان الغربي، امبراطوريه غانا، الدوله ديال تمالي الحانيه. والاسم ديال قناوة هو تحريف الحق الاسم اللي كان هو كينيا ولا عبيد غينيا. هذا النوع من المهرجانات فرصة للتعريف بموسيقى الديوان التي تسعى الجزائر لتسجيلها كتراث عالمي لدى منظمة اليونسكو لحفظها من الاندثار ومنع السطو عليها. ناوي موسيقى يعني محلية، للأسف تم تصنيفها في بلد آخر.